السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا لازم نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما احنا شايفين الفيديو بتاعنا ده عبارة عن ايه. طبعا عاملين طبق كبسة بالفراخ جميلة قوي. زي ما احنا شايفين كده ده شكل الطبق. الطريقة بتاعتنا سهلة قوي. هندخل على الطريقة دلوقتي نشوف احنا عملنا الطبق الجميل ده ازاي. انا هنا هغسل الفرخه بتاعتي دي كويس وهقطعها. تمام. طبعا زي ما احنا شايفين كده انا شلت اللي عليها بقى بالشكل ده. طبعا انا هقطعها قطع صغيره مش كبيره قوي. ابدا بقى ان انا اشيل الحاجات دي كده. زي ما احنا شايفين كده انا بقطع هنا كده. القطع اللي في الجناح دي انا برميها ما بستخدمهاش. طبعا الكبسه بتحب قطع الفراخ صغيره. تعالوا بقى نعمل محلول النقع الأول مع بعض. حوالي معلقة كبيرة من السكر. هنضيف كمان برضو معلقة أو معلقة ونص من الملح بالشكل ده. شوية من الخل بمعدل برضو معلقتين كبار. هنضيف كمان هنا طماطمية دي بتشيل الزفارة جامد قوي. هنضيف كمان معانا هنا ليمونة. هنضيف شوية من الدقيق، يعني زي ما احنا شايفين حوالي معلقتين كبار برضو. ده محلول النقع بتاعنا. هبدأ انزل بقى هنا بقطع الفراخ بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. هنسيب الفراخ في محلول النقع ده حوالي ساعة. لو حبيت تسيبي اكتر من الساعة مفيش مشاكل برضو، يبقى احسن وافضل. معايا طبعا هنا بصلتين كبار انا فرمتهم كده ناعم في الكبة. هنزل بقى بيهم في الحلة بتاعتي. طبعا انا هنا نزلت بمعلقة من السمنة عليهم معلقة من الزيت او الزبدة بتاعتي. هنزل عليهم بقى هنا بالبصل ياخد تشويحة كده بالشكل ده. زي ما قلنا البصل انا عاملاه في الكبة. هفرم بقى كمان هنا ايه طماطمتين كده وقرنين فلفل في الكبة او بالمبشرة او نقطعهم قطع صغيرة حسب انتي ما بتفضلي بقى الموجود عندك. زي ما احنا شايفين كده انا هنا شوحت البصلة بالشكل ده. هبدأ انزل عليها بقى هنا بالفلفل والطماطم اللي انا عملته في الكبة. هديهم تشويحة مع بعض. طبعا زي ما احنا شايفين كده الخلطة بتاعتي بقت جاهزة. هبدأ انزل بقى هنا بمعلقتين كبار من توابل الكبسة. انا توابل الكبسة بتاعتي ديت كنت شاريها كده جاهزة. بالشكل ده كده هديها تقريبا. هزود بقى هنا كمان مكعبين مرقة ماجي بالشكل ده كده، اللي هي المرقة العادية خالص دي بالشكل ده كده.
هبدأ ازود كمان هنا كام ورقة غار كده، وكام حباية اللي هو حبهان او هيل زي ما بنقول عليه في المكان اللي احنا موجودين فيه. هزود هنا كمان قطعة من القرفة وكام مسمار من القرنفل كده. انا التتبيله بتاعتي جاهزه، بس انا بزود منكهات زياده تدي طعم احسن زي المطاعم. طبعا هنا انا هشطف الفراخ بتاعتي من محلول النقع. هبدا انزل بيها بقى في الخلطه دي كده بالشكل ده. شايفين الفراخ خدت لون ازاي؟ هتتشوح قوي قوي مع الخلطه دي. طبعا زي ما احنا شايفين كده الفراخ اتشوحت وخدت اللون الجميل قوي ده بالتتبيله كده. تمام. هبدأ انزل هنا بالميه. الميه انا معايا نص كيلو من الرز البسمتي، النص كيلو كوبايتين من الرز، فطبعا هبدأ اضيف عليهم 4 كوبايات من الميه زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طبعا زي ما احنا شايفين كده الميه غلت بتاعت الفراخ. هبدأ بقى ان انا اعمل ايه معايا هنا شويه من الزبيب. هبدأ انزل بيه. الزبيب بتاعي ده يستحسن لو هو مش نوع ايراني كويس كده زي ده، ابله في ميه وانقعه حوالي نص ساعه على الاقل علشان يدوب معايا. لكن انا ده غسلاه بس بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنزل بيه هنا كده. هنزل كمان بمعلقه من الملح، احنا مكناش ضفنا الملح. هبدأ انزل بالرز بتاعي. طبعا زي ما قلنا ده نص كيلو رز بسمتي مغسول، انا غسلاه. هغطي عليه بقى وهنرجع نشوفها بعد ما تستوى. طبعا زي ما احنا شايفين كده هنا الرز دخل في السوى. طبعا انا هنا كده خرجت الفراخ وحمرتها بعد الرز ما استوى، وده شكل الطبق بتاعي. يا رب طريقتي تعجبكم، وما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك وشير لو اول مره تشوفوا قناتي، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. وتعالوا بقى نشوف ايه الحلو اللي احنا هنعمله النهارده جنب الطبق الجميل ده. تعالوا بقى نشوف. طبعا احنا شفنا اللبن، فكلنا نخمن بقى كده في الكومنتات ونشوف الطبق الاصفر الجميل ده هنعمل بيه ايه النهارده. هنعمل بيه حلوة سهلة قوي ولذيذة، وطبعا كلنا بنحبها. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. هننزل هنا بالسكر حسب الكمية اللي بتفضليها، حسب ما بتحبيه، سكر قوي عادي بشوية حسب انتي ما بتفضلي الطعم. طبعا انا كده كفاية قوي. اللبن زي ما احنا شايفين معانا على النار كده. هبدأ اقلب بس تقلبتين كده ادوب السكر. هو اللبن بتاعي بدأ ان هو يغلي. هبدأ بقى هنا انزل بالكاستر بتاعي، بس انزل مع التقليب بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لازم الايد تقلب، ايد تقلب وايد تنزل بالكاستر كده. لحد ما يتقل معايا عشان ما يكلكعش. انا لو ما قلبتش وانا بنزل بيه هتلاقيه كتل وكلكع معايا. طبعا الكاستر بتاعي كده بقى جاهز وجميل قوي. تعالوا بقى نفضي الكاستر ده في كام طبق كده. طبعا هاخد نص الكمية بس، ونص الكمية التاني هتشوفوا هنعمل فيه ايه مع بعض.
انا هنا معايا الاطباق دي كده، الاطباق الازاز دي العاديه. هبدأ طبعا ان انا انزل بالكاستر بالشكل ده. طبعا ان انا هنضيف في الطبق الكمية اللي انت حباها. انا طبعا ضفت الكمية دي زي ما احنا شايفين كده. باقي الكمية بتاع الكاستر هنزل عليها بحوالي معلقتين من الكاكاو الاسباني الخام. في بعضنا بيحب الكاستر الشوكولاتة، وطبعا بيبقى اكتر البيوت جايبة الكاستر اللي هو الفانيليا، مش على طول تلاقيه الانسان جايب الكاستر الشوكولاتة ده. فانا اقدر اتصرف استخدم عادي كاستر الفانيليا واعمل الحركة دي كده. هخلط بقى كويس قوي الكاكاو لحد ما يدوب معايا. الكاكاو الاسباني بيدي طعم الشوكولاتة وبيدي اللون الغامق الجميل. ولو عندك قطع من الشوكولاتة الخام عادي ممكن تضيفيها، مفيش اي مشكلة. زي ما احنا شايفين انا هنا كمان هنزل بمكعب الشوكولاتة ده ادوره في قلب الخليط بتاعي. طبعا هيدوب لان الكاستر بيبقى سخن، لو الكاستر بتاعي برد مش هعرف ان انا افضيه في الاطباق بتاعتي. طبعا كده دي الكمية القمر اللي احنا عملناها دي. تعالوا بقى نشوف ان احنا هنزين الكمية ديت ازاي. هنضيف طبعا هنا جوز الهند كده. هبدأ بقى ان انا اضيف الزبيب كمان هنا كده. ودي شكل الاطباق بتاعتي، ويا رب تكون طريقتي عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك وشير. زي ما انتم شايفين ده حلو اليوم بتاعنا، ده الشكل طبق القمر بتاعنا ده بالشكل الجميل ده كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.